السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية. رجعت وياكم اليوم بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. راح أسوي تفريزات القسم الثاني. هنا عندي دولمة راح أسوي لكم. دائما أني أفرزها وأضمها بالثلاجة، تبقى شهر، تبقى أسبوع، أسبوعين، يعني حسب استخدامي. فمرات أسوي جدرين أو يعني 3. زين، خلال هذا الشهر أني أخلصهم يعني، فما عليها شي. قسم من البنات يقولون الدولمة تخرب باللف يعني وتطلع ما طيبة. أنا جربتها بالنسبة لي كذا مرة، تقريبا 3 مرات، وطلعت أطيب يعني. طيبة، طلعت كلش طيبة. فأنصحكم تجربون، يعني تجربون طريقة التجميد، مو طريقتي، طريقة التجميد. فهنا عندي دولمة راح أسوي كل المواد. ضفت اللحم والتمن، الكرفس ومعدنوس أطبق يصير طعم طيب. ضفت قليل من الفلفل والبتيتة والباذنجان والمعجون، دبس الرمان ولامندوزي وبهارات الدولمة، تمام، وحامض الليمون وملح. كل المواد ضفتهن. عندي هذا استخدام مرة واحدة. هواي كمية جبت ب2000 أو 2500، وراح أضمهن بيه. طبعا أول مرة أستخدم هاي الحافظات، كل مرة أستخدم جدر عادي وأضم بيه. بس هاي الحافظات يعني أنا الجدورة بشهر رمضان يعني نحتاجها. فقلت شلون أني إذا أسوي بالجدورة شلون راح أطبخ، يعني يحتاج هواي، والمكان بالثلاجة يعني لازم تصفطيهم وترتبيهم. شلون بهاي الحالة؟ فقلت لازم أسوي بهاي الحافظة. راح أجرب بهاي الحافظة أول مرة، إذا صارت الطريقة زينة إن شاء الله أقول لكم هاي الطريقة زينة فأنتم تسووها. هنا عندي تقريبا هاي بيها نص كيلو، كلش ثقيلة، وأني وزوجي فقط نحب السلق، ما نحب هاي السوالف كلها، الباذنجان البوتيتة يعني. فاني علوها، زوجي ما يحبن اني هم وياه. انا بالنسبة لي احب البصل بيه كلش طيب يصير. فهنا اني ما سويت بصل، لان وين اضيفه؟ لان اني ما ضايفته بجدر، ضايفته بحافظات. ما خلصنا الكمية صارت كلش هواية. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقريبا الحافظة بها نص كيلو، وهذا السلق راح أخليه بأكياس استخدام مرة واحدة. يعني كل ما أريد أطلع بجدر لازم أخذ قليل من الأعواج وخليها بقاع الجدر. وإن شاء الله عجبتكم هنا الفكرة، وأتمنى تجربون فكرتي. أني طبعا سويته قبل شهر رمضان، فلازم ينزل اليوم. ما عندي يعني وقت، لازم أنزله لكم تستفادون منه، لأن احنا بعدنا بداية الشهر الفضيل. وهنا سويت قليل من الدولمة، وهنا صارت كلش طيبة. وتعالوا وياي يا هلا يا هلا، راح نسوي التفريزات الثانية. أكيد صدر الدجاج ما نستغني عنه. أنا بطبيعتي لازم كل شهر أجيب صدر دجاج وأسويه صاج أو أي شيء أحتاجه للبيت. فاليوم راح نسوي التفريزات وياكم للدجاج فقط، أنواع الدجاج وأنواع التفريزات. شاهدوا وياي إن شاء الله يعجبكم. إذا وصلتوا لهنا لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندي. وأهلا بالمتابعين الجدد، نورتوا قناتي. أتمنى استفاديتوا من القناة وعجبتكم قناتي. وبعد شو تحبون أنزل لكم من شغلات إن شاء الله كتبولي بالتعليقات. قطعت هذا القسم الثالث، قطعته إلى قسم بالطول استفاد من عنده بالصاج. فقسمته 3 أقسام، قسم للصاج، وقسم لا راح نسويه كنتاكي، وقسم راح نسويه تكة دجاج. ف3 أقسام أنا راح أسوي بالصدر الدجاج. فأنتي شنو اللي تحبوه سووا على ذوقكم. والتتبيلات راح
كل وحدة أخلي لها تتبيلة شكل. شاهدوا وياي الفيديو. هذا الكنتاكي، ها صدر دجاج خليت فقط عليه خل صدر والأفخاذ، يعني نحتاجه بالمرقة وبهاي سوالف، وهاي التتبيلات وياي. راح تشاهدون الطريقة بأول بأول، وأتمنى من عندكم تزورون قناتي الحلوة وتشرفوني. هنا ضفت طحين وضفت فلفل وكاري وملح وبودرة ثوم. هنا عندي هذا القطع الطولية راح نسويها كنتاكي. ضفت بابريكا وثوم، راح أخلي لكم في صندوق الوصف كل المواد. ضفت كاتشب وضفت دبس الرمان وزيت الزيتون وملح. وعندي البصم، وعندي بيضة واحدة أو بيضتين حسب المقدار اللي انتو تحتاجوه. أول بداية نخليهم بالبيض، نخلي القطعة بالبيض، وبعدها راح نضيفها بالطحين وبعدها هم راح نضيفها بالبيض، وبالأخير راح نضيفها بالبصم. طبعا الطريقة كلش حلوة والطعم كلش طيب. طبعا أنا جربته أول ما أخذت وحدة قليتها وسويتها إنه كلش طيبة. أنصحكم تجربون هاي الطريقة كلش سهلة. هنا راح أسوي التكة دجاج. ضفت لبن وضفت ملح وخل وليمون، وراح أضيف باقي المكونات، والأكيد لازم نضيف زيت الزيتون ينطي طراوة للتكة دجاج. وراح أضيف دبس الرمان وكاتشب، وراح أضيف مرقة ماجي 2 ينطيها طعم كلش طيب. أنصح تجربوه. وثوم صحاح يعني كبار، وفلفل أسود وقص دجاج وكاري قليل. وهاي المواد صارت جاهزة، راح أخليها على صفحة. وهنا حشوة الصاج أضيف أكيد ملح، وراح أضيف بهارات القص وثوم فقط. راح أضيف حامض الليمون وخل، أنتم حسب مقداركم، يعني عينكم ميزانكم. عندي اللبن وزيت الزيتون ضروري، زيت الزيتون ينطيها طراوة. وبعدين احنا نضيف شحم ليه من نريد نستخدم، يعني قسم من عندها نضيف شحم ليه. القسم الثالث أكيد راح نسويه للدجاجة. عندي 4 ملاعق تقريبا من الزبادي، وحامض الليمون. طبعا الليمون وأني عصرته وخليته على جهة. معجون وكاتشب ودبس الرمان، وأكيد زيت الزيتون ما نستغني عنه. بهارات، هذا فلفل أسود وثوم، بودرة الثوم والثوم الإصحاح، وأكيد قص الدجاج راح نضيفها، وبابريكا قليل من البابريكا تنطينا لون وطعم. وعندي ليمون دوزي ضفت وملح، وراح نمزج المواد كلش جيدا. وخل، أكيد الخل يوخر الزفرة من الدجاج ويستوها بساع النم. وهاي الخلطة صارت جاهزة، وراح نضيف الدجاجات بيها. انتم عينكم ميزانكم وحسب المقدار اللي انتو تسووه. أنا سويت دجاجة وضفتها قسمتها إلى قسمين، وراح أضيفها كل مرة لأن إحنا يعني عائلة قليلة، فأنتم حسب العائلة اللي عندكم. هنا الدجاجة نظفتها وجهزتها ودججتها بالسكين على مود تشرب كل الحشوة أو الصلصة اللي عندنا. وهنا راح نضيفها الدجاجة بالصلصة. هنا عندي صدر الدجاج وفخذ الدجاج. أكيد مرات نحتاجه نقلي أو شي، فخليت له فقط خل على مود يوخر الزفرة ويستوى إنه بساعة. إذا أطلعه من الفريز جاهز وخلصان، فخليت له فقط خل أبيض. ويلا تعالوا وياي راح نخليهن بالتفريزات أو بالكيس. وهاي ويانا 4 طرق.
أنصح اللي ما مشترين هذا التشيز يروحوا يشتروه من أي سوبر ماركت، من أي واحد يبيع هاي السوالف. طبعا جدا مريح ويحافظ على الشغلات، وتطلعين الهواء من عنده وتضمينه بالثلاجة. ليش تجيبين كيس عادي وتخليه بالثلاجة ويلزقلك بالثلاجة جوه؟ هذا طبعا سهل انه توخرينه من الثلاجة حتى لو كانت جامدة، يعني طبعا تستفادين من عنده. والله عجبتكم التفريزات لهذا اليوم، وكل امرأة عراقية تستفاد من هاي التفريزات، اكيد كل احنا نستفاد من عندها. بعدنا ما خلصنا بالمقطع، تابعوا وياي لأن ورانا غسل المواعين اللي هلكت بيهن. تعب يوم ولا تعب كل يوم، يعني انتي تعبانة فأكيد تعب يوم واحد وارتاحي 10 أيام. اللي عنده مصدر رزق يجيب المواد قبل فترة ويخليهن يعني ويسويهن ويضمهن يرتاح فترة بيها. واللي يعني مثل رزقنا يومية، يعني أني بالنسبة لي زوجي كاسب فيومية لازم يطلع للشغل، فسويت قبل شهر رمضان جمعت لي كم فلس وضميتهن الشهر رمضان على مود أني أرتاح وزوجي هم شوية يرتاح. خلصت تفريزاتنا لليوم من صدر الدجاج وأنواع التتبيلات. أتمنى تعجبكم هاي التتبيلات وجربوها أكيد طيبة. هنا عندي هاي الدجاجة وهاي صدر الدجاج والكنتاكي هذا اللي طعمه جدا طيب، وطبعا يراد لكم يعني طاوة بها زيت هواي على مود تستوي ويصير طعمها مقرمش وجدا طيب. أنصحكم تجربون هاي الطريقة. وما نقول لكم خلصنا هنا، بعد تعالوا نغسل المواعين اللي هي تتعب وتكسر الظهر. ليش انتي تشتغلين كل يومية؟ اشتغلي يوم واحد وارتاحي 10 أيام. فهنا هاي مواعين الدولمة، راح نغسل مواعين صدر الدجاج. هالمواعين على السريع أنا سويت المقطع لكم، يعني سرعته لكم على مود ما تتعبون بيه وتحبونه. واني اموت على غسل المواعين. منو تحب المواعين منو تغسلهن؟ اني كل يوم يعني اتمنى يعني عندي هواي مواعين اغسلهن، يعني عادي حلوة المواعين ترى واحد يغسلهن وينظفهن وما يحار ودافو شوية قاصر يبقى لمعا يجلف، يعني لمع واحد من يجلفهن. فاني دائما يعني مطبخي ما يفرغ من المواعين. تعرفون يعني كيكو مرات اسوي حملات او تفريزات او حملات يعني هواي، فدائما المطبخ بيه مواعين فاغسلهن ما ابقيهن ثاني يوم. فيلا انتم من جماعة تعوفون المواعين او من جماعة تغسلوهن. ولهنا خلاص مقطعنا لليوم، إن شاء الله يعجبكم وانتظرونا في فيديوهات جديدة إن شاء الله أنزل. بس شجعوني باللايك لأن دائما أنبه عليكم. وهاي مواعين الصدر الدجاج، وأخليكم في حفظ الرحمن. مع السلامة.